انا البطل اللي نفسك تقلده. اي واحده ثبته رمضان بس مجرد اسم بيشد. الفنان محمد رمضان يخرج عن صمته وبيرد على فيديو الولد اللي كان بيستقل بيه وبيقول له تقل ايديك شويه. بعد اعتذار محمد رمضان للولد ورد الولد على محمد رمضان، نشر الفيديو من زاويه مختلفه ووجه رساله للولد من جديد. تعالوا نشوف محمد رمضان قال ايه. حق الرد على قناة العربية وعلى بعض المواقع السعودية زي موقع بالبورد. الجمهور لفت انتباه ان هم متحاملين عليه بشكل كبير حتى بعد فيديو اعتذاري للشاب الصغير ولعيلته. سابوا الفيديو كله وماسكين على قلم بسيط طاير الكاب والنضارة وبيلمحوا ان انا بكذب، لان مفيش ما يثبت كلامي. كل الفيديوهات اللي تداولوها عندهم ما بتثبتش كده، ولكن الجمهور هدخل عشان الهوا بس والصوت. هدخل بس جوه عشان الهوا. فالجمهور لقى الفيديو اللي بيثبت ده وتداوله اليومين التلاتة اللي فاتوا علشان يثبت لقناة العربية اني مش كذاب، اني صادق وشجاع، اني طلعت اعتذرت، لان الاعتراف بالخطأ شجاعة، ولاني قوي، مش اني ضربت قلم طاير كاب ونضارة، لا، اني تملكت نفسي وكظمت غيظي واكتفيت بس بمسح الفيديو من على التليفون حتى من غير ما اكسره. التليفون اللي كان عليه إساءة لاسم أبويا وإساءة لاسم الشهر الفضيل، مطلعين الشاب الصغير يلمح إني كداب ويقول ابقى تقل إيدك المرة الجاية. طيرت الكاب والنضارة، بس يبقى تقل ايدك شويه، مش هتكلم في حوار انك طيرت الكاب. من وانت صغير حذروك كتير زمان ان